السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في مطبخ أم نسرين. اليوم غادي نوجدوا واحد الكيك بالليمون اللي كيجي رائع. الكيك اللي غادي نديرو في هاد الليمون هادو اللي كيجيو الصراحة زوينين بزاف، والشكل ديالهم والمنظر وحتى المذاق كيجي رائع. بالنسبة للمقادير عندي كاس الا ربع ديال الزيت، كاس الا ربع ديال الحليب، كاس الا ربع ديال السنيده، جوج بيضات، خماره، قشره ديال الليمون محكوكه، معلقه صغيره، قبصه ديال الملح، الدقيق حسب الخليط. هادو هما المقادير اللي عندي. بسم الله على بركه الله. نضيفو جوج بيضات، كاس الا ربع ديال سنيده، بالنسبه للكاس ديما كاس العنبه، قبصه ديال الملح، نزيدو هاد شويه الليمون باش نخلطوه مزيان. نخلطوا الخليط ديالنا حتى يولي كريمي مزيان. عاد غادي نزيد الزيت وغادي نزيد الحليب ونرجعوا باش نشوفوا الخليط ديالنا كيفاش غادي يكون ان شاء الله. صافي، من بعد ما الخليط ديالي خلطته كيجي على هذا الشكل هذا، كيكون مخلط مزيان ودوك الحبيبات كيكونوا دايبين. دابا غادي نزيد الزيت، كنستمر كنخلط مزيان. هاد اللي كيجيو الصراحه بالنكهه ديال الليمون كيجيو رائعين. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم، اكيد غادي يعجبوكم. وبالنسبه للوليدات كيعجبوهم حيت كيكونوا هكا بهذا المذاق ديال الليمون. نزيدوا الحليب، انا بالنسبه للدقيق هنايا راه غربلته من قبل. فوالا كنديروا عيننا ميزاننا، ندوزو نديروا الخماره، ونحركو. هاد الليمون الصراحه كيجي فيهم هاد لي كيك الصغار كيجيو فيهم غزالين، المنظر ديالهم كيجي غزال. دابا ندوزو نشوفو كيفاش غادي نديرو ليهم ان شاء الله. ملي غادي يطيبوا غادي نديرو فيهم الكريمه ديال الليمون. انا ما حطيتش دابا المقادير ديالها حتى يطيبوا، عاد غادي نحط لكم المقادير باش نديروا الكريمه ديال الليمون. الريحه ديال القشره ديال الليمون يا سلام، كتطلع من هذا الكيك غزاله كتشهي الصراحه. صافي، ندوزو دابا الليمون ديالنا. الليمون ديالنا هما هادو، انا سبق لي درت ليهم هنايا الزبده، غادي ندير معكم غير هاد الجوج هادو. فوالا كندهنوا بالزبده بحال هكا، دهنوا مزيان باش الكيك ما يلصقش لينا. هاد الشكل هذا فوالا ندهنوهم من قبل، ندهنوهم ونحطوهم، نديرو لهم الطحين نوجدوهم. انا غير باش نوري لكم الطريقه ديال
لا بريباراسيون ديالهم في الاول كيفاش كنديروا لها بالنسبه للبنيتات ديالنا بطبيعه الحال. اما بالنسبه للامهات تبارك الله راهم عارفين هاد المسائل هذه. هنا كنجيبوا شويه ديال الدقيق بحال المول الكبير، بحال كما كنديروا المول الكبير كندوزوا الدقيق بحال هكا وكنديروا في فوالا بحال هكا صافي. ونفس الشيء بالنسبه للاخر دوزو حتى هو صافي. ليمون ديالنا هما هادو هما وجدوا. انا بالنسبه لهاد الليمون غادي نديرهم في هاد اللاطه او هاد الطاوه هادي، نحطهم هنا فوالا. غادي نستفهم كاملين هنا، عاد غادي نخوي الخليط. وفي هاد اللاطه هادي فاش غادي ندخلهم للفران. الفران راه عندي كيسخن بحال الكيك العادي اللي كنبغيو نطيبو فوالا. كنقصو عليهم وكنشعلوا ليهم من الفوق ومن التحت الا عندنا ديال الغاز، الا عندنا عفوا ديال الضوء، الا عندنا ديال الغاز نتوما كديروا القياس ديالكم اللي كديروا في الكيك اللي كديروا ديما فوالا بحال هكا. تقريبا كنديروا فيهم النص باش ما يطلعوش لينا بزاف يفيضوا. بالشكل هذا صافي. دابا غادي نكمل وغادي ندخل المول ديالي او لي مول ديالي للفران، ومني غادي يطيبوا غادي نرجعوا باش نشوفوا الشكل ديالهم ان شاء الله. صافي بالنسبه للكريمه قلنا غادي ندير الليمون. بالنسبه للليمون عندي 2 كيسان ديال الليمون. بالنسبه للكيسان الكاس ديال العنبه عندي هنا 2 معالق ديال المايزينا، 2 معالق ممسوحين، وعندي 2 معالق ديال السكر سنيده. والمعالق هما هادو اللي غنعبر بهم. جوج معالق ممسوحين، عندي 2 معالق سنيده يكونوا عامرين مزيان هما هادو. وغادي نزيد 2 كيسان ليمون او عصير الليمون. العبار ديما كاس العنبه. غادي نخلطوا هذا الميلانج مزيان، ومن بعد غادي نديه فوق النار باش يبقى حتى يغلي. من يغلي غادي نرجعوا باش نشوفوا ان شاء الله الشكل ديالو. غادي نبقاو نخلطوا حتى يغلي ويختار. من طبيعه الحال خصو يولي خاتر مزيان. عاد غادي نطفيو عليه البوطه ونرجعوا باش نشوفوا الشكل ديالو ان شاء الله. صافي بالنسبه للكريمه ديالي هانتوما كتشوفوها هي صافي وجدات وكتجي على هذا الشكل هذا. كتجي بحال هكا. كنخليوها فوق النار، كنبقاو مستمرين في التحريك حتى كتجينا بحال هكا. عاد كنحبسوا مباشره كندوزو باش نعمروا لي كيك ديالنا. بحال هكا. والريحه ديال الليمون زعما غزاله تبارك الله. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم، اكيد غادي يعجبوكم. وما تنسونيش باللايكات فضلا ليس امرا. الله يجازيكم بخير. انا غادي نبقى مستمره بحال هكا حتى كنسالي ونرجع نشوفوا الشكل ديالهم ان شاء الله.
صافي بالنسبه للكاطو ديالي الشكل ديالو النهائي هو هذا. كنتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم وتجربوه. بالنسبه للديكور انا درت هنايا بنان قطعته ودرت شويه ديال الفيرميسال شوكولاط وشويه ديال اللوز هرمشتهم. وبالنسبه لهاد لي غاتو هادو سقيتهم بشويه ديال الليمون غير ملي كنت كنصور ما تشداتش ليا ديك اللقطه. هذا هو اللي كاين. وبالنسبه للخميره الا كان عندكم الحال بارد ديروا حتى لجوج خمارات. هادشي اللي كاين وكنتمنى ان شاء الله تجربوهم. هذا هو اللي طالله. شكرا بزاف للمتابعه، الى اللقاء مع فيديو جديد ان شاء الله. شكرا.